أكيد سمعنا عن النفاثات في العقد قبل كده، بس هل نعرف فعلا مين هم؟ كان الاعتقاد السائد ان النفاثات في العقد عبارة عن مجموعة من السحرة بينفذوا سحرهم من خلال عمل عقد بالخيوط والنفث فيها، وده فعلا نوع من انواع السحر. لحد ما تطور العلم وظهر الميكروسكوب، قدر توماس بارتلين بتوصيف ما يسمى بالعقد الليمفاوية. العقد الليمفاوية هي عبارة عن كتل صغيرة على شكل عقد منتشرة في الجسم. قدرنا في أواخر القرن ال19 نفهم وظيفة العقد الليمفاوية، وإنها مسؤولة عن محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة. هيبقى في خطر كبير على الجهاز المناعي لو قدرت الفيروسات تنفذ DNA جوه العقد الليمفاوية، وده ممكن يسبب أمراض خطيرة زي الكانسر، وممكن يسبب جائحات زي الإنفلونزا وكورونا والطاعون. وبكده قدرنا نفهم معنى أعمق وأكتر منطقية للآية.